التشخيص الصح يبدأ بعد الكود، ماهوش قبل الكود. كيف يا ولي؟ تخيل بان هنا يطلع لي كود فقر او ضعف في البنزين، باهي يعني هنا تو في الوقت الحالي نمشي على طول ونقول لك غير البومبتشي، غير الرشاشات. لا، هنا من فضل الله عز وجل، واللي الشيء اللي احنا ممتازين فيه اللي هو التشخيص ما بعد قراءة الكود. يعني تو أنا لما بنلقى فقر في البنزين بتبدأ عندي احتمالات، مرات ضعف البومبا، فأنا هنا تو في الوقت الحالي بناخذ نقيس البومبا ونقيس الراجعة متاعها. الرشاشات نخشوا نشوفوا القراءة متاعهم عالية أم لا. بالنسبة للستة والثمانية نشوف أنا في البساطين أما هم اللي عالية أكتر أما هم اللي لا، بحيث أننا ناخذ نشوف المشكلة بشكل أدق وتحليل أدق. شوفوا تسريب الهواء، تسريب الهواء من أحد المشاكل اللي بيدير لنا فقر في البنزين. ونخش نشوفوا حساس الهواء القراءة متاعها ممتازة ولا لا. شمعة الكربون قراءتها حتى هي كويسة ولا لا. فنصيحتي ليك اختار المكان الممتاز بحيث انك انت تعرف مشكلتك، باش ما تقعدش تخسر في فلوس بشكل كبير، لان مش كل كود معناه بتغيير القطعة فقط. فهنا الكشف الصح اللي هو ما بعد قراءة الكود والتشخيص وتتبيع المشكلة باللايف داتا وبالادوات المساعدة الثانية. فقولوا لكم اللي صلي على الحبيب المصطفى يربح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.